صباح الخير، اهلا بكم. مصر بلد مشهور بالناس اذكياء، يبدا من الفراعنه، ايام فراعنه ناس مشهوره كتير متخصصين في حاجات معينه كتير. واحد منهم في الايام بتاعتنا استاذ سعد فاروق، مشهور باسم سعد المصري. هو عمل اختراع جميلة جدا في الكريمات للشعر، وخلى ينشط الجلد عشان يطلع شعر تكبر وتكون. غير دي هو عمل تعليم ديب جدا في علوم ريفلكسولوجي. ما هو ريفلكسولوجي؟ ريفلكسولوجي عبارة عن جسم الناس عندهم الخروج الأعصاب على برا الجسم. لما بيضحك بتغطي النشط النقط دي، بيخلي الجسم ينشط ضد الأمراض أو يمشي من الستريسس، أو بيخلي الأعصاب يشتغل. مثلا قلب ضعيف بيخلي المصل ده مع نوتريشن، زي نوتريشن ايه، زي فيتامينات او اكل معين للعضله عشان اكل، وكمان النشط عليها عن طريق اعصاب. فدكتور سعد فاروق اني اتمنى ناس كتير يكشف عنده وعمل علاج الريفلكسولوجي. كمان هو ممكن يعمل كشف الجسم على الحالة المكان الأعصاب بالذات اللي هي اللي بيجمز على ايد او العيون او ودن او القدم، فاقول انت عندك تعب فين. هو شاطر جدا جدا، وانا شايفه هو اكون مستقبله كبير، عشان احنا دلوقتي في الوقت ده كله خايف دلوقتي يستعمل العلاج الكيماوي عن طريق تابلتس، حقن، الحاجات دي. الحاجات طبيعي احنا بيحاول دلوقتي يرجع لطبيعي. طبيعي دي احسن حاجة ومش مضر جسم الانسان. قلت يعني خلاص